كان دائما السؤال في سوريا خلال الحرب هو هل يا ترى الشعب العربي فعلا تغير؟ هل يا ترى سوريا وحيدة؟ وكانت النقطة الأساسية هي التمييز بين المواقف الرسمية والمواقف الشعبية. الحقيقة كنا في تونس بالرغم من كل الأمور والظروف التي مرت بها تونس خلال العقد الماضي ونيف، كانت تظهر وتظهر حالات تدل على التوجه الشعبي الحقيقي. أقول بأنني الآن وبعد لقائي مع فخامة الرئيس قيس سعيد تأكدت من هذا الشيء، ولو أنه مؤكد ولكن زيادة التأكيد دائما ضرورية. الشعب العربي بشكل عام لم يتغير، ولكن تونس بالذات كان لها أهمية لأنها استخدمت كأحدى المنصات أو لإظهارها كأحدى منصات التآمر على ليس فقط على سوريا وإنما على الفكر العربي، على الانتماء العربي، كأنها منصة للفكر الظلامي الذي يريد أن ينطلق ويسود في مختلف الدول العربية. تأكدت اليوم بأن تونس لم تتغير، والأهم من ذلك إذا لم نحصر الحديث في 10 سنوات أو 12 سنة الماضية، أريد أن أقول بأن حتى الاستعمار الفرنسي الذي عمل جاهدا على عملية فرنسة للمغرب العربي لم يتمكن من ذلك، وهذا أهم من العقد الماضي. كل هذه الأشياء لمستها اليوم، كل هذه الأشياء هي التي تحدد السياسات المستقبلية بالنسبة لنا. هل هناك قاعدة شعبية؟ هل هناك قاعدة رسمية للعمل العربي المشترك؟ ونحن الآن في قلب قمة هامة جدا. هل هناك إمكانية لعلاقات ثنائية عميقة تتجاوز العلاقات الدبلوماسية، تتجاوز العلاقة بين المسؤولين، تتجاوز العلاقة بين الرئيسين، وتنزل إلى المستوى الشعبي بمختلف قطاعاته الاقتصادية والأهم الثقافية والفكرية، لكي نكون وعي مشترك. عندما نقول عمل عربي مشترك ونحن في قمة، فما يبنى عليه العمل العربي المشترك هو الوعي المشترك. هذا ملخص للقاء مع فخامة الرئيس. شكرا سيدي الرئيس. الله يسعدك.